السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما في ستر وصحة وراحة بال. فيديو جديد على القناة. عايزة اقول لكم اني مش مصدقة ان انا بركب الصوت دلوقتي على الفيديو، بجد والله يعني. بقالي كتير جدا ما صورتش ومش عارفة مقفلة ليه من موضوع التصوير، ومش عارفة يعني، مع ان الحمد لله بيجي مشاهدات كويسة. في ظروف ان انا مش بنزل فيديوهات كتير يعني. بس في ناس بتدخل القناة وبحس ان في تفاعل في القناة شوية، بس مش عارفة ليه. من ناحية التصوير او كده مقفولة شوية، فان شاء الله بإذن الله يعني القفلة دي تروح والدنيا ترجع تاني زي الاول. وعايزه انزل فيديوهات كتير 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 عشان خاطر الريتش بتاع القناه يعلى كده، وان شاء الله احقق الشرط التاني. ادعوا لي كده كتير، ادعوا لي كل يدخل الفيديو يدعي لي تحت في الكومنتات ان انا احقق الشرط ده خلال الفتره دي. يعني ان شاء الله السنه تخلص عليا، يعني تيجي السنه الجديده اكون محققه كل الشروط والقناه كده اتفعلت وكله تمام. عايزه دعواتكم بس معايا. عايزه اقول لكم بقى ان انا اول ما صحيت من النوم كده شربت فنجان القهوه بتاعي مع حته البيتزا اللي انا كنت عاملاها. كنت عايزه اقول لكم ان انا كنت عامله شويه بيتزا عظمه. عملت لي بقى فنجان القهوه كده وحته البيتزا بس كده. كان الفطار بتاعي كان بسيط يعني، وكنت عايزه اكتسب بس شويه طاقه كده واكتسبتها. وقبل ما انزل الشغل كنت شايله المرتبه الملايه يعني، وحطيت شويه من الجيت. اسمه جيت، ده جيت، ده بديل اللي هو الجنرال. عايزه اقول لكم حلو جدا جدا ومصري وحاجه كده يعني تحفه. فعملت ايه بقى؟ جبت طبق وحطيت فيه شويه جيت، وكمان حطيت فيه شويه خل وميه سخنه مولعه. ما كنتش قادره استحملها، بس المفروض تبقى دافيه، يعني المفروض تبقى سخنه بس تسيبيها تدفى. تمام. والمرتبة كانت عندي فيها بقعة كده محتاجة تدعك شوية، فدعكتها كده على السريع وسبت المروحة شغالة عليها ولبست ونزلت الشغل. وبعد كده لما رجعت من الشغل بقى كملت باقي الحاجات اللي انا بقول لكم عليها دي، اللي انا هقول لكم عليها. عايزه اقول لكم على حاجه، ان الناس اللي بتشتغل ومش عارفه ازاي تمشي يومها ومش عارفه ازاي تمشي بيتها مع شغلها. هقول لكم على طريقه حلوه جدا انا بعملها على طول، والحمد لله الحمد لله مفيش مره اشتكيت من ان البيت مكركب الكركبه الاوفر اللي هي محتاجه ان انت تشيلي الشقه كلها وتنفضيها ويعني في اماكن كده مش حلوه محتاجه تعمليها. عايزه اقول لكم ان انا ماشيه على نظام الحمد لله الحمد لله مريحني جدا جدا جدا. وده لو انت بتشتغلي واعتمدتي النظام ده في شغلك يعني في الوقت دون، هتيجي هتلاقي نفسك مرتاحة جدا، وهيجي يوم الجمعة عندك وانت هتلاقي شقتك ما شاء الله زي الفل وجميلة جدا 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 و... وهتقضي يوم الجمعة مع عيلتك وانت مبسوطة ومرتاحة. هقولك ايه النظام بالظبط، بس لو انت متابعاني لحد دلوقتي كده ولسه ما عملتليش لايك انا هزعل منك وهخصمك خالص خالص. فعايزه منك لايك كبير قد الدنيا كلها تحطهولي تحت، وكمان تكتبولي تحت في التعليقات، لان انا عايزه اشوف تعليقات كتير كتير قوي منكم. عايزه اقرا تعليقات كده حلوه تبسطني علشان خاطر تشجعني ان انا اكمل بقى واعمل فيديوهات كتير كتير. احس كده ان في ناس مستنياني وفي ناس عايزه تشوف الفيديو بتاعي، فده يشجعني ان انا اقوم اعمل فيديوهات واصور وكل طاقه وحماس. فما تنسينيش بقى في لايك واشتراك حلو من ايدك، وكمان تعليق كده حلو تفرحيني بيه. تعالي بقى اقولك اعمل ايه. او انت لو انت مثلا ست عايزه تشتغلي او يعني بتفكري في الشغل بس خايفه من موضوع ان انت مش هتعرفي توفقي ما بين بيتك وشغلك، هقولك على ايه اللي ممكن تعمليه يخليكي توفقي ما بين بيتك وشغلك وتلاقي نفسك جيتي عليكي بالليل ليكي وقت كمان ان انت تقعدي مع جوزك وولادك. ايه هي الطريقه دي؟ هقولك اولا ان الشغل بتاعك يكون شغل بسيط. يعني ايه شغل بسيط؟ يعني يكون مش واخد نص يومك او 3/4 يومك بره البيت. حاولي ان انت تدوري كده على شغل يكون شغل بسيط جنب بيتك او شغل قريب منك، بحيث ان انت اليوم بتاعك كله ما يبقاش طاير بره البيت. زي ايه؟ زي حاجات كتيرة جدا بتبقى طالبة ستات زي مثلا مدرسة. لو انت مدرسة، او لو مثلا محفظة قرآن، او في الحضانة شغالة في الحضانة، او مثلا لو هتفتحي مشروع جنب بيتك حاجة بسيطة تعرفي ان انت تخشي
يعني يبقى ليكي وقت معين مثلا 4 5 ساعات بره البيت، وبعد كده باقي الوقت يكون جوه بيتك. فالشغل ده اوكي وانا موافقة عليه. انما الشغل بتاع بقى ان من الساعة مثلا 7 الصبح تخرجي من البيت وترجعي مثلا الساعة 6 او 7 بالليل، ف صدقيني مفيش اي نظام هينفعك. اكيد يا اما هتأثري على بيتك، يا اما هتأثري على ولادك، يا اما هتأثري على نفسك انتي. هتلاقي نفسك انتي مضغوطة وتعبانة ونفسيتك وحشة ومتدمرة، علشان انتي مش عارفة يعني توازني ما بين الشغل وما بين البيت. لان طبعا انتي بترجعي الساعة 7 دي، يعني 7 دي مثلا او 5 حتى، هترجعي 5 دي هتبقي عايزة تعملي حاجات كتير، او عايزة تعملي اكل، عايزة تأكلي ولادك، عايزة تقعدي معاهم، لان الفترة اللي فاتت دي كلها انتي بعيدة عنهم. كام ساعة انت بعيدة عنهم. طبعا ولادك هيبقى اللي عنده درس، اللي عنده تمرين، اللي عنده كل ده مش هتبقي موجودة معاهم. في حاجات كتيرة قوي هتبقى مأثرة عليهم، خصوصا في غيابك انتي. ف هتلاقي نفسك انت مش قادرة تعملي اي حاجة، وفي نفس الوقت عايزة تنامي بدري علشان خاطر تصحي بدري. فين بقى، فين انت من كل ده؟ فين رفاهيتك انت؟ فين حاجتك انت؟ فين ولادك؟ فين جوزك؟ فين الكلام ده كله؟ فطبيعي هتلاقي نفسك بتأثري على اي حاجة من الحاجات دي مقابل حاجة تانية. فعايزة اقولك ان ست البيت، ان الواحدة ليها ان هي تشتغل وكل حاجة، بس لوقت معين، لساعات معينة، ساعات معينة في اليوم ليك ان انت ممكن تخرجي لو في شغل مناسب ليكي في الساعات دي واخرجي فيها. انا مثلا شغلي من الساعة 8 للساعة 1، تمام، مبسوطة فيه ومرتاحة فيه. ممكن يكون مثلا المرتب مش قد كده، بس كفاية ان انا بخرج، كفاية ان دماغي بتشتغل، كفاية ان انا منظمة وقتي، عارف بصحى الساعة كذا وبعمل كذا وبسوي كذا وباجي كذا وهعمل كذا. فمنظمة وقتي بناء عليه، والحمد لله الحمد لله مش مقصرة في حق ولادي. بقعد مع ولادي وبذاكر لهم، وجوزي بيجي من الشغل بيلاقي الاكل موجود. فكل الحاجات دي بتترتب على ان انت بترجعي شغلك الساعة كام، تمام. فلو واحدة زي حالاتي مثلا بترجع شغلها الساعة 1 او الساعة 2 او الساعة 3 حتى، ده طبيعي، حلو جدا جدا. هتعملي انت ايه بقى؟ هتكوني مثلا من قبلها، لو انت هتعملي اكل حلو يعني محتاج شغل جامد، فهتكوني مظبطة حالك من قبلها بيوم بالليل. يعني انا مثلا لو هعمل محشي بكون لو هعمل محشي بتنجان بكون مورة البتنجان من قبلها. بكون عاملة الصلصة، مجهزة الصلصة اصلا في الفريزر. عندي الصلصة بتاعت المحشي، عندي الخضرة، كل حاجة جاهزة عندي في التلاجة. بكون عارفة انا هجيب ايه وانا جاية. يعني مثلا وانا جاية مثلا اعمل حسابي ما عنديش خضرة، فاعمل حسابي وانا جاية اجيب خضرة معايا وانا جاية، وهكذا. فاول ما بخش البيت بقى بروح داخله على طول على المطبخ. ما بستناش ان انا اقعد. مثلا لو قعدت جسمي خلاص بيهدى، ببقى عايزه ارتاح وعايزه اهدى شويه يعني. في حاجه، في اوقات ببقى عايزه ارتاح فيها فبرتاح، وفي اوقات لا، لو ارتحت عارفه ان انا حاجتي مش هتخلص، وجوزي هيجي هيلاقي الاكل ما اتعملش، وهو عنده شغل تاني بينزلوا بعد مثلا ساعه بعد ما بيجي من شغل الاولاني. فالمفروض في الساعة دي يكون أكله جاهز ومخلصين كل حاجة وكده. فأنا ببقى عارفة الوقت اللي أنا ينفع ارتاح فيه بعد الشغل أو لأ من الأكل اللي أنا هعمله. بنجهز بقى، بجهز أنا بقى كل حاجة وظبطها واروح يعني على العمايل الاكل على طول. ما بياخدش في ايدي طبعا الحمد لله ولله الحمد يعني اكتر من ساعة، وبنكون الاكل جاهز وخلاص بقى خلصت الاكل واخش ورا الاكل على طول اغسل المواعين. وانا بغسل المواعين بقى في المطبخ كده، لو قابلني مثلا حتة انا عارفة النهاردة ان ورا البوتاجاز بتاعي مليان دهون جدا وعايزة ادعكه دعكة محترمة، وانا قبل ما بغسل المواعين بروح رشه كده ورا البوتاجاز باي ماده بتشيل الدهون، سترس بقى، باور، اي حاجه، واروح رشها كده ورا البوتاجاز. اول ما اخلص غسيل المواعين امسك بقى ورا البوتاجاز ده ادعك ودعكه محترمه. مش لازما خالص عشان ادعك ورا البوتاجاز ان انا اقلب المطبخ واقول بقى عشان كله يبان ومش عارف ايه. صدقيني انتي لو عملت دي النهارده وجيتي تاني يوم مثلا مسكتي ضرفة الخزين رتبتيها، وجيتي بعدها مسكتي ضرفة التوابل بتاعتك وفرستيها كده، شفتي حتى انتي ايه اللي ناقصك او في ايه ناقصك محتاجه تجيبيه وانتي جايه. كل شويه كده تعملي حاجه هتبص تلاقي المطبخ عندك على طول متنظم ومترتب. طول ما انتي بتشيلي الحاجه وبتحطيها في مكانها بالنظام هتلاقي دايما عندك الحاجه منظمه ومرتبه.
ده بالنسبة للمطبخ. فالمطبخ مش محتاج ان انت تشقلبيه وان انت تعملي له بقى يعني شقلبه كده عشان خاطر ممكن ده بقى يحصل امتى؟ في الاعياد. يعني انا ممكن اعمل كده لما يبقى عندي مثلا داخل عليا عيد وعايزه بقى ايه شقلب الشقه بحالها، فبيبقى عندي متسع من الوقت، مثلا انا ببقى واخده اجازه مثلا يوم يومين ثلاثه قبل العيد، او يوم حتى بيسمح لي ان انا اعمل الشقه، وببقى عارفه ان انا هاخد مثلا اجازه العيد 3 ايام هرتاح فيهم وكده. انما طول ما انا شغاله ما تهلكيش صحتك في انك انت تقلبي جزء يعني كل الشقه كلها وتقولي ان انت هتعملي تنظيفه الشتاء مثلا او ايا كان اللي انت هتعمليه. تمام. طيب انت لو جالك وقت وحسيتي فيه ان انت ما انتش قادره تعملي اي حاجه والشقه عندك مكركبه وما انتش قادره ان انت تعملي اي حاجه، تعملي ايه؟ لو انت عارفه ان اللي انت بتعمليه دون اسمه كسل، تمام، لا استعيذي بالله كده من الشيطان الرجيم وقومي وتنشطي كده. صدقيني انت لو شفتي فيديو شويه وحد بيعمل قدامك اي حاجه، ما شاء الله الفيديوهات كتير جدا بقت ماليه اليوتيوب وماليه الفيسبوك، فيديوهات اللي هي الرغاوي والنشاط والحاجات دي كلها. مجرد بس ما تسمعي فيديو منهم هتلاقي نفسك قمتي كده وتشجعتي وقمتي جري، مسكتي المقشه والجرف وقعدتي تلفي في الشقه. تمام. فانت ممكن تسمعي فيديو من الفيديوهات دي وتستعيذي بالله من الشيطان الرجيم كده، وتقومي تشوفي ايه الاماكن اللي عندك اللي فعلا هتبان فيها النظافه بسرعه جدا وتعمليها. هتلاقي نفسك اتشجعتي وتحمستي كده وقمتي كملتي باقي الشقه. اول ما تلاقي عندك حاجه كده ظهرت وبانت نظافتها هتلاقي نفسك بتجري كده في الشقه بتكملي اللي وراكي. طيب لو انت بقى كسلانه او تعبانه او جايه من الشغل فعلا خلصتي الاكل وعملتي الغدا وخلاص مش قادره تعملي اي حاجه تاني، وحاسه ان انت لو قمتي عملتي حاجه هتبقي تعبانة وهتيجي على نفسك، سيبي نفسك بقى خالص، افصلي خالص، سيبي الشقة زي ما هي كده. محدش يعني مفيش مثلا مفيش سفر جايلك يعني. احنا بنروق الشقة لينا وفي الاول وفي الاخر بتبقى حاجة لينا احنا وفي وشنا احنا وبس. فاكيد ما حدش هيجيلك يعني في اليوم ده، ولو حد جالك يا ستي يعني كل واحد لازم يقدر ظروف غيره. تمام. فانا مش قادره اعمل حاجه خالص في الشقه، بسيب الشقه زي ما هي كده وافصل بقى. عايزه امسكي الموبايل شويه، عايزه تخشي تنامي تريحي جسمك، عايزه تقعدي كده في فصلان كده اللي هو ما تكلميش اصلا ما بتعمليش حاجه بمجرد ما تريحي دماغك بس كده من شويه التفكير. عايزه ان انتي تقومي تخرجي وتسيبي يعني تخرجي تغيري جو. المهم ان انتي تفصلي خالص من موضوع الترويق والروتين اللي انتي ماشيه عليه في شقتك، حتى لو انتي شايفه الشقه مش نظيفه. طيب تاني يوم بقى هتبقي جاية عايزة تمسكي الشقة دي وتنكتيها نكت. تصدقيني ده بناء على تجربة ليا. أنا ساعات ببقى خلاص يعني عارفة انتوا اللي هما باجي من الشغل اعمل الغدا، اخلص الغدا، اغسل المواعين، اروق الشقة، اكنس الارض، امسح مش عارف ايه. فاهمين انتوا الروتين اللي هو المستمر على طول ده؟ فساعات بيجيلي وقت اللي هو لا خلاص انا مش قادرة اعمل حاجة، والشقة هي كده كده مكركبة، العيال مكركبينها اصلا، بس هي متروقه، كانت متروقه امبارح، كنت كنستها امبارح، فالتراب مش باين فيها قوي يعني، مجرد اللي هي مكركبه كركبه الاطفال العاديين جدا يعني. فانا بعمل ايه؟ بنده على ولادي، كل واحد يشيل شنطته ويدخلها جوه، كل واحد يشيل هدومه وينظمها، الهدوم اللي مش نضيفه يحطها في بوكس الهدوم، والهدوم الحلوه يدخلها جوه يحطها في دولابه. المهم الكركبه اللي عندي دي بتتشال خالص، بيبقى مجرد بقى ترتيبه سريعه. مش عايزه ارتب انا الترتيبه دي، خلاص انا مش عايزه اعمل حاجه فمش هعمل حاجه. بنام بدري في اليوم دون، وبصحى بقى نشيطه اللي هو خلاص انا صحيت خدت كفايه نوم. آه حتى ممكن في اليوم ده ما اقعدش مع الولاد خالص، ممكن اخلي بابام هو اللي يقعد معاهم، وبفصل بقى خالص. اصحى تاني يوم بقى الاقي نفسي كده كل طاقه ونشاط وحيويه، وعايزه اقوم اهد الدنيا هد، وعايزه اقوم الشقه دي كلها كده اروقها. فعلا هو ده اللي بيحصل. باجي من الشغل خلاص انا عايزه اروق الشقه، عايزه اشيلها، عايزه انفضها، بعمل كده. وصدقوني الشقه ممكن تقعد على الترويقه دي يومين 3 من غير ما نعمل اي حاجه خالص فيها. فمش مهم ان انتي تمسكي الشقة يعني تهلكي نفسك فيها، على قد ما هي مهم ان انتي تمشي عليها بروتين معين، روتين ثابت
لو تعبتي فيه مش هيحصل لها حاجة. يعني عارفه انتوا لو مشيتوا كده جزء جزء في الشقه، كل يوم كل يوم جزء تمسكيه ترتبيه ترتيبه كويسه جدا، صدقيني هيجي عليكي اخر الاسبوع هتلاقي الشقه عندك مترتبه وزي الفل. وهو ده اللي انا بعمله، ان انا بيجي عليا يوم الاربع بعمل ايه؟ بمسك اوضه الاطفال، اغير الملايات بتاعتها والمعها والمع الارفف، ولو في مثلا حاجه في الدولاب متفعكشه ولا حاجه برتبها، وبشيل كمان السجاده يعني لو محتاجه تتغسل اغسلها، مش محتاجه تتغسل اروح مطلعها في البلكونه. تمام. ومع طبعا مع المطبخ، مع الركنه اللي احنا قاعدين فيها، وكده كده ما شاء الله الانتريه عندي مش كتير بيبقى موجود فيه، فبيبقى على طول منظم ومرتب ونظيف. باجي بقى يوم الخميس بخش على اوضه النوم عندي ارتبها، هي بتبقى نظيفه يعني برضو ما فيهاش حاجه، برتبها الترتيب السريع، وبلم الحاجات اللي مثلا فيه هدوم ولا حاجه المها. وطبعا ده يعني ده اساسي مع دورة غسيل كل يوم دي. دورة غسيل كل يوم دي حاجة اساسية لازما، خلاص احنا اتعودنا عليها. تمام كده. بعمل ايه؟ بخش على اوضه النوم عندي واروح شايله كل برضو الفرش وكنسه ومسحه ومغيره الملايات ومظبطه الدنيا، ورشه المعطر عندي ومسحه الارض وفرشه السجاده. وادخل على اوضه الاطفال، هي كده اوريدي متنضفه من قبلها بيوم، اروح كنسه يعني كنساها ومسحاها وقفلاها. والمطبخ عندي مجرد ترتيب بتاع اكل الغدا، اروح كنساه ومسحاه بالمره. واطلع بقى على الركنه والانتريه، ده بيكون بقى يوم الخميس. يوم الخميس ده هو اللي بيبقى يوم عندي بكنس فيه الشقه كلها ومسحها كلها، علشان خاطر يجي بقى عليكي كده يوم الجمعة تبص تلاقي نفسك مترتبة كده، وشقتك على طول ريحتها حلوة وريحتها ومنظمة، وتقضي بقى يوم الجمعة كده مع عيلتك وولادك وانتي مرتاحة نفسيا ومتظبطة ومتهندمة كده، وكلك ايه روقان. ربنا يملى بيوتنا يا رب بالروقان والستر والصحة والهدوء. ربنا يبارك في ولادنا ويحميهم ويخليهم يكركبوا كده، واحنا نظبط وراهم. بس اهم حاجة ان انت تعلميهم من هو صغيرين ان هم ينظموا حاجتهم بنفسهم، وان هم يلموا المكان اللي بيبهدلوه هم اللي يلموه. انا ما اتكلمتش في روتين كتير قد ما اتكلمت في ان احنا ازاي ان احنا ننظم يومنا، وان احنا مش لازم نفركش الدنيا كلها مش هنقدر ان احنا نلمها، وهنيجي على نفسنا واحنا دلوقتي بقينا صحتنا على قدنا. الحاجات دي بقى حاجات بدايل المنتجات اللي احنا مقاطعينها. انا جربتها، الحاجات دي انا جربتها ولقيت بصراحة نفس طعم الحاجات اللي هي المقاطعة دي. يعني عندك بريف تقريبا اسمه بريف ولا مش عارفة اسمه ايه، هو بلف كده بريف إيه؟ بروفا تقريبا يعني، او بنيفا مش عارفه والله اسمه ايه. المهم حلو جدا، بديل النسكافيه، هو مفهوش سكر، مش 3 في 1 2 في 1، حلو جدا. جيت ده اللي انا اقول لكم عليه، حلو قوي قوي قوي، بيعمل كل حاجه يعني، مطهر ومنظف ومعقم وبيدي ريحه وبيعمل رغبه كبيره ريحته حلوه جدا جدا جدا. بتستخدميه في المسح، بتستخدميه في غسل الدعك، اي حاجه زعكيها تحفه جدا. توب ده بديل البيبسي. عايزه اقول لكم ان سعره رخيص جدا، هو 2 لتر، سعره 10 جنيه تقريبا. بصوا نفس البيبسي بالظبط، يعني يمكن هو مثلا مسكر شويه عنه، بس هو نفس البيبسي بالظبط. ويمكن كمان البيبسي الفتره اللي فاتت الصودا بتاعته كانت بسيطه قوي، دي صوته قويه جدا جدا، ومفهوش طعم السينا كولا ابدا، ملوش مقارنه ما بينه وما بين السينا كولا نهائي، طعمه احسن بكتير بكتير. اما بقى ده شاطر بدل هاينز اللي هو الكاتشب، حلو جدا جدا، طعمه حلو. ده الحار منه خطير 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 خطير. 1 كيلو، كان سعره برضو حاجة بسيطة جدا جدا لا تذكر، مش فاكرة كان بصراحة حاجة و30 ولا بحاجة و20 والله ما اعرف، بس سعره حلو جدا جدا، وهو 1 كيلو جرام. اما طبعا فريدة كلنا عارفين فريدة من المنتجات الهايلة جدا، سواء كان في شاور بتاع هاند ووش او معطر جو، او حتى الشاور اللي هو شاور فريدة، ده برضو تحفة جدا بصراحة. فريدة من المنتجات الحلوة جدا جدا يعني. وده بيكون نهاية الفيديو، اشوفكم فيديو جديد قريب بإذن الله، مع ألف سلامة.